مش معنى ان المكان عندك صغير يبقى مش هتعرف تحقق اللي انت محتاجه. بحبه تفاصيل صغيره وبحبه تعديلات معماريه بسيطه قدرنا ان احنا نخلق في المكان دوت روح كامله للمكان. المكان هنا مساحته تقريبا حوالي 120 متر او 130 متر. اول حاجه عندنا باب الشقه كان موجود هنا فخليناه في الجنب، فقدرنا ان احنا نستغل المنطقه ديت ان احنا نحط فيها السفره ونخلي هنا البوفيه. تاني حاجه عندنا خلينا طقم استقبال في المنطقه ديت ويكون في مواجهه الشاشه، هيبقى عباره عن الشيب علشان يكون في مواجهه الشاشه. تالت حاجه عندنا الكورنر دوت كان هو الريسبشن. يعني الريسبشن هنا كان قطعتين، كان ده عباره عن مدخل الباب وهنا كان في السفره وهنا كان في طقم. فلما عكسنا الباب خليناه في المنطقه ديت قدرنا ان احنا نخلق مساحه كبيره، بقى عندنا طقمين استقبال وطقم سفره، بقى عندنا ريسبشن يعتبر 3 قطع. مع حبه تفاصيل بسيطه في التجاليد قدرنا ان احنا نخلق الشكل اللي احنا شايفينه. بدانا التجاليد من اول هنا بالشكل اللي احنا شايفينه كده، وعملنا جزء منها بالاستربات ضيقه وجزء تاني الاستربات اكبر شويه. كمان ما سكتناش على كده، لا احنا خدنا الكيرف معانا كده بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا كده بحيث ان هي تدي شكل جمالي كويس، وخدنا الجزء كله مع بعضه. ووصلنا هنا طبعا لغايه ما عملنا الحمام الجست تويلت بالشكل اللي احنا شايفينه. عملنا تجريده من بره ومن جوه، هنتكلم على الجست تويلت في فيديو لوحده.